هذا الفريق خاسر، ما تقولش خسر. شيكابالا يمشي، شيكا خطيرة، جول. شيكابالا أسطورة الزمالك. شيكابالا والزمالك مش مجرد لعيب ونادي، ده علاقة حب متعبة فيها كل حاجة، فرح وزعل وغياب ورجوع. شيكابالا دخل الزمالك وهو لسه عيل صغير جاي من أسوان، موهبة واضحة. من أول ما لمس الكورة الناس حست إن في حد مختلف، مش بيلعب عشان ينجح وبس، كان بيلعب عشان يمتع الناس. كبر مع الزمالك وبقى وش النادي في فترات صعبة. الفترة دي كان اسمها العشرية السوداء في الزمالك، كان أي حد بيمشي من جنب النادي كانوا بيجيبوه على طول. كل ما الفريق كان بيقع الجماهير كانت بتبص عليه. غاب كتير بس مش بإيديه، هو احترف وكان مشاكل وقرارات غلط، بس الغريب إنه مهما باع كان جوه قلوب كل الزملكاوية. كان الزمالك دايما بينده عليه وهو ما يعرفش يقول لأ. في الملعب شيكابالا كان مزاجه عالي أوي، كان بيمرقص أي حد ويجيب أجوان من أي حتة. مهاريا أنا ما شفتش زيه في مصر. كنت تحب تشوفه وهو بيلعب، تحب تشوف الكرة في رجليه. الناس كلها كانت بتقول عليه عصبي، موهبة ضيعت نفسها، قالوا ممكن يبقى أحسن بكتير. وأنا عارف إن هو زعل الأهلاوية كتير أوي، ما انكرش ده، بس في نفس الوقت ولا واحد منهم يقدر ينكر إن شيكابالا لعيب موهوب أكتر من أي حد. شيكابالا حتى وهو كبير كان بيشيل الفريق، وكان باين أوي إن هو أعلى من كل اللي حواليه، اللي كان فارق عنهم مثلا ب15 سنة. جمهور الزمالك بيعشق شيكابالا وبيعشق لمسته الكورة. هو كان الفارس بتاع كل الزملكاوية، لعيب إمكانياته كبيرة أوي، اتوقف كتير أوي في عز عطائه. فأنا بالنسبة لي مش شايف إن هو ظلم نفسه، هو لعيب مظلوم. كان عنده قرارات غلط، الواحد ما ينكرش إنه كان عنده قرارات غلط، بس هو كان لعيب كبير أوي. وفي آخر الرحلة شيكابالا كان قائد الزمالك بجد، وده اللي مفتقده الزمالك دلوقتي، وجود لعيب زي شيكا. وجوده في الملعب أو على الدكة كان ليه معنى، كلمة منه كانت بتفرق، نظرة منه كانت بتهدي الفريق كله. شيكابالا والزمالك قصة مش مثالية بس حقيقية، قصة لاعب عاش للنادي والنادي عاش بيه سنين طويلة.